تخيل تليفون بيشوف اللي انت مش شايفه في الضلمه. وطبعا كل التليفونات فيها نايت مود، بس ده في الترا نايت مود بالكاميرا التليفوتو ال 200 ميجا بكسل. ومش بس كده، التليفون يقدر يعدل لك على الالوان بتاعه الصور بشكل احترافي بضغطه زرار واحده. والتليفون اللي انا بتكلم عنه هو الاونور ماجيك 8 برو الجديد، وده اول تليفون ينزل في الوطن العربي باحدث معالج لسناب دراجون ال 8 اليت جين 5. والتليفون بيستخدم الاي اي في صور الاضاءه الليليه عشان يطلع لك صور بتفاصيل واضاءه ممتازه. ولما تيجي تعدل على الصور، التليفون بيحلل الصوره جزء جزء عشان يشوف الاختلافات في الصوره واختلافات الاضاءه في الصوره، وعشان لما يجي يعدل الالوان عليها تبقى قيمتها مناسبه لكل جزء في الصوره. وده اللي هيديك الطابع الاحترافي في التعديل على الصور، مش مجرد فلتر بتحطه على الصوره. وده غير امكانيات الذكاء الصناعي التانيه اللي بضغط زرار التليفون هيشوف ايه اللي موجود على الشاشه ويقترح عليك ايه الحاجات اللي يقدر يساعدك فيها. وطبعا مش هتكلم على البطاريه اللي هي اصلا 7100 ملي امبير، واللي بتتشحن شحن سريع لحد 100 واط وشحن لاسلكي لحد 80 واط. ولو الفيديو ده جاب 500 لايك هجيب التليفون واقارنه بالايفون 17 برو ماكس والاس 25 الترا. ولو عندكم اسئله تانيه اكتبوها لي تحت في التعليقات.